عليكم سي يونس. مرحبا، السلام عليكم. سي يونس، الله يجازيك بخير اخويا. معك حسن لهمك، مراسل بجريده بالواضح. مرحبا اخويا. الله يجازيك بخير اخويا. المهم للتذكير فقط، سي يونس الاخ اللي كان تعرض للضرب من طرف واحد سميتو رجل امن خاص بالقنصليه المغربيه بمرسي عفوا. الله يجازيك بخير السي يونس. ممكن توضع يعني المتتبعين الرأي العام الوطني والدولي اللي متبعين الملف ديالك، ولا تبعوه بكل صراحه، لان كان ملف بكل صراحه كان شويه حساس، وكاع تألمنا لهذاك الحدث بكل صراحه. داك الشيء اللي وقع يعني في حقك. الله يجازيك بخير السي يونس. قول لنا شنو اللي وقع بالضبط، لان بكل صراحه كاين القيل يعني كاين بزاف ديال الهضره اللي تناقشات وكذا. بغينا نعرفوا منك الحقيقه بالضبط، شنو اللي وقع بالضبط. لان اللي فهمت منك بان راه كاين تظروف ديال العمل ديالك هي اللي فرضت عليك انك خصك تجي ذاك النهار الى اخره. سي يونس تفضل اخويا. اخويا اش غادي نقول لك، يعني انا مشيت كجميع الناس باش تاخذ الباسبور ديالها من القنصله. لحقنا تما، وصلنا يعني تسنينا واحد ساعه ونص او ساعه و40 دقيقه، وحنا كنتسينوا عند الباب ديال القنصله. عندما وصلنا للنوبه باش ندخلوا، دخلنا الموظف، ما بيا الا حتى هاجمني هذاك الشخص هذاك واحد مهاجمه وحشيه بدون سبب، بدون سابق انذار. لا اعلم اشنا هو السبب. واش انا اللي كنظن بان واحد من الناس الموظفين هو اللي عطاه الاذن باش يخرجنا حنا من الباسبور. علاش؟ لانني احتاج جيت واحد جوج كلمات ديال بان علاش تسنينا بزاف ديال الوقت وحنا برا، وحنا يعني مع الناس سيتا باش ناخذوا الباسبور. يعني عندك رونديفو، عندك موعد في الدفوع، في الموعد هذاك في الدفوع. يعني في السحب ما كيحتاجش. نعم. يعني كيتوصلك واحد الميساج من القنصله، ملي كيجيك ذاك الميساج كتمشي تسحب الباسبور ديالك. نعم. كجميع الناس. نعم. ملي وصلنا تما باش ناخذوه، حنا تسنينا شي ساعتين او ساعه و40 دقيقه اللي احتجيت، واحتجاج عفوي، ماشي شي احتجاج اللي سأت فيه لشي واحد ولا ما بيا الا حتى هذاك السيد هاجمني بدون سبب، بدون سابق انذار، بيخرجني من القنصله لبرا وما ناخذش الباسبور ديالي. ما انا ما عرفتش علاش، شنو هو السبب لحد الان. والحمد لله يعني كنشكر جميع المغاربه اللي كانوا في التضامن معايا وكنشكرهم بزاف بزاف في التضامن. وتنتمناو ان شاء الله السلطات يعني تنصفنا. نعم. وتاخذ حقنا وحق جميع المغاربه، لان هذا الامر. سي يونس، قول لي واش في اخر المطاف عقبتي خديتي الباسبور ديالك؟ خديته من بعد 15 يوم ديال الانتظار. نعم. عطاتو لي السيده القنصله. كان شي لقاء بالسيد القنصل؟ كان من بعد هذه الواقعه هذه ب 15 يوم تقريبا هكاك، يعني كان لقاء بالسيده القنصله. مشيت باش نسحب المره الثانيه باش نسحب الجواز ديالي، وهما الفونكسيوناريو يعني الموظفين طلعوني عند القنصله. كان اللقاء ديالي بها. كيفاش كان اللقاء؟ كان جد ايجابي. السيده القنصله كنشكروها من هذا كنشكروها. نعم. وعلاش ما سيونس، انا كنعرف الانسان مثلا فاش كيوقع ليه شي مشكل معين كيطلع عند الرئيس المباشر ديال دوك الموظفين، علاش ما طلعتيش عندها؟ انا طلبت يعني باش نطلع عند القنصله، يعني طلبت الموظف وما ما خلانيش باش نطلع عندها، يعني ما عطاشني اذن وما خلانيش باش نتواصل بها. قال لي هو هذاك النهار القنصله ما كايناش. نعم. انا حاولت نتواصل معها وهو ما خلانيش. قول لي سي يونس، دابا كاين شي تجاوب من طرف القضاء؟ يعني درت شكايه وسميتو، كاين شي تجاوب من طرف القضاء؟ المهم الشكايه حنا درناها على السلطات الاسبانيه ان شاء الله، وكنتمناو يعني التحقيق ياخذ المسار ديالو، باستجابه من اي طرف. مازال حتى شي استجابه ما كاينش لحدود هذه الساعه. لحدود الساعه. بكل صراحه سي يونس، اللي فهمت منك انك حسيت ذاك النهار بالاهانه، يعني هذاك الشيء ما تبغي حتى لشي واحد، لان كما قلت بان راه هذاك السيد يعني كان هذاك الشطط في استعمال السلطه. يعني نورمالمون كان يتعامل معك بالتي احسن، لان الحمد لله الانسان كيتواصل. انا ما شفتش شي عنف بكل صراحه منك، لان هذا جانب
يعني كان هو يتعامل معك بالتي احسن، ممكن الاخ تخرج وكذا الى اخره، او لا ممكن يفتح لك الباب الدخول باش تسحب كما قلتي الباسبور ديالك، يعني في جو اللي هو مزيان وكذا. ولكن مع الاسف يعني ما عرفتش علاش بالضبط. انت شنو كتقول السي يونس؟ تفضل. اللي كنقول انا هو كنتمنى من السلطات المغربيه حتى هي تاخذ واحد التحقيق، نعم، ويكون واحد التحقيق نزيه، وان شاء الله هادشي هو اللي كنطلبوا، يكون نزيه في النزيله ديالك في هذا الشيء اللي وقع. نعم. واللي سمعت منك اللي فهمت منك هو تا بغيتي انت هاد السلوك ما يتكررش، لان هذا هو الهدف. انت دابا هذا السلوك اللي وقع لي انا ما كنتمناش كاع لشي اي شخص، وما نتمناوش يتكرر لاي شخص ان شاء الله. هذا هو اللي كنطالبوا ان شاء الله باذن الله. وما يبقاوش هذوك التعسفات في القنصله، لان بزاف ديال المغاربه كيتشكاو اكثر، كيتشكاو بزاف نعم من هذوك السلوكات. نعم. قول لي السي يونس، هذا النداء لمن كتوجهه؟ خويا هذا النداء هذا كنوجهه لجميع الضمائر الحيه، جميع المغاربه يتضامنوا معنا ان شاء الله، ونديروا يد في يد باش نحدوا من هذه السلوكات هذه. نعم. ومن هذه التعسفات ديال القنصلات، لان هذا الشيء ديال بعض الموظفين بكل صراحه، لان كاينين الشرفاء دائما الاستثناء وارد. نعم. احنا ما كنعموش. نعم. احنا ما كنعموش، كاينين استثناءات باش وهذا الشيء راه ما كيوقعش في مرسي، راه كيوقع في بعض القنصلات ثاني في اسبانيا، في ايطاليا، في نعم اخويا. المهم كنتمنى كل الناس، كل المغاربه ان شاء الله يتضامنوا معنا، ونديروا يد في يد باش نحدوا من هذه السلوكات ومن هذه التعاملات.